وأهلا بك في هذه الحلقة، ونحن بانتظارك يا هشام. بالتوفيق. أنا عارف إن ليا دقيقتين بالظبط على المسرح. أستأذنكم واستأذن اللجنة في دقيقة حداد على أرواح شهداء الحرية في مصر. شكرا. مشهد رأسي من ميدان التحرير. خبئ قصائدك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، خبئ دفاترك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها، مصر اليوم شعرا مثلها. لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه، فاكتب سلام النيل مصر وأهلها. عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى. كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع، ولم نفسر وقتها. كنا ندفئ بعضنا في بعضنا، ونراك تبتسمين ننسى بردها. وإذا غضبت كشفت عن وجهها، وحياؤنا يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أو سهى. لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها. فأنا ابن بطنك، وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. صمتت فلول الخائفين بجبنهم، وجموع من عشقوك قالت قولها. شكرا. يا هشام، أعرف أن الصدق الثوري هو الذي يملي عليك هذه الكلمات، لكن قصائدك ودفاترك القديمة لم تكن تخلو أبدا من الثورية. لعلك أدركت معي وأنت ترسم ميدان التحرير من قطاع رأسي أن الهتافات التي ترددت فيه كانت تبتكر أوزانا شعرية، وتبتكر صورا وعبارات عجيبة ظهر فيها أنك ممثل جيد لهذا الشعب الشاعر الثائر. لكن يا هشام، وأصدقك القول، ما زال المشهد الرائع يحتاج قصائد أخرى تحاكي قوته وبلاغته وتأثيره. قطعتك مليئة بالإشارات التي أقدرها، لكن أجمل ما فيها مطلعها. خبئ قصائدك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. شكرا.
فعلا يا هشام إنه مطلع جميل رائع مدهش. خبئ قصائدك القديمة كلها، والحدث كبير يتنامى بسرعة فجائية، ولعلك تتفق معي بأنه أكبر من ذات الشاعر، لا يمكن السيطرة على هذا الحدث الكبير. فلذلك فعلا الشاعر يحتاج إلى أن يصمت كثيرا. إنه حدث هائل جدا لا يمكن كتابته مرحليا. حمدا لله على سلامتك يا هشام. أهلا هشام، خشينا ألا نراك فالحمد لله. أعتقد أن بيت القصيد كما يقال في النقد العربي القديم هو البيت الأول الذي أشار إليه الزميل الدكتور صلاح: خبئ قصائدك القديمة كلها واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها. فهذا البيت حقيقة يمثل جمال هذه القصيدة. أما الأبيات الأخرى فأعتقد أنك تحس بأن فيها شيئا من الترهل الشعري، لكننا لا نعرض له لأننا لا نريد أن نضاد التيار. فالذي أنصح لك به وأنت شاب هو أنك تعنى باللغة. حاول أن تعنى باللغة، وحاول أن تدمن قراءة الفحول، صلاح عبد الصبور، مطي حجازي، يعني الشعراء العرب المعاصرين. فهذا سيمدك بشحنات، لأنك تحمل في طياتك ثورة شعرية توشك أن تنفجر. أهلا وسهلا هشام، حمدا لله على سلامتك من جديد يا هشام، ومع اني مقرب بس بدي اعديك. هشام، سأطلب منك أن تبقى معي على خشبة المسرح، والآن أيضا سأطلب من الشعراء